السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. ربنا بيقول في القرآن: على روح الإنسان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل معايا لما ربنا عز وجل يقدر روح الإنسان ويقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني معنى كده يا جماعة إن حياة الإنسان وروح الإنسان عند ربنا غالية جدا، وحياة الإنسان لها قيمة عظيمة. لما تخش امرأة زي زوجة الشيخ عبد الله رشدي، هاجر، تدخل المستشفى تعمل عملية بسيطة وتطلع بعدها على غرفة العناية المركزة تقعد 40 يوم، ويتبين الأمر إن ده كان خطأ طبي، إنه هي محطوطة على جهاز التنفس الصناعي، الميكانيكال فنتليتور، تتشال الأنبوبة بدون ما يكون حد واقف جنب المريضة، ويحصل لها سيانوزس، تزرق ويحصل انقطاع في النفس. وبعد كده معروف يا جماعة إن الأكسجين لو اتقطع عن العيان فترة وهو كان معتمد عليه اعتماد كلي بيحصل ضمور في خلايا المخ، فالحالة بتبقى وضعها صعب جدا. فإزاي بيقول لك دكاترة التخدير على حسب المحامي بتاع الدكتور عبد الله رشدي، دكاترة التخدير طلعوا بره يشربوا شاي ويضحكوا ويهزروا وسايبين المريضة على جهاز التنفس الصناعي. وده بيحصل كتير جدا، بتشوف إهمال كتير من الأطباء ومن التمريض. لازم تعرفوا إن حياة الإنسان مسؤولية، إن حياة الإنسان وروح الإنسان مسؤولية كبيرة هتتسألوا عليها قدام رب العالمين. لازم كل دكتور، كل ممرض، كل ممرضة، أي حد مسؤول عن روح إنسان لازم يعرف إن هو هيتسأل قدام ربنا عن الإنسان ده. فأم ضاعت، كل حاجة سبب زي ما احنا عارفين، ولكن الإنسان ما يهملش في حياة اللي قدامه ويقول ده سبب وده كان حياتها ودي كده كانت هتموت في الوقت ده. لازم كل واحد يحافظ على أسرته. انت لو عندك حد تعبان في البيت لازم تجيب له علاج، لازم تاخد بالك منه، لازم تراعيه. رسالتي لكل دكتور ودكتورة، لكل ممرض وممرضة: حافظوا على حياة الناس. حياة الناس مش لعبة في ايديكم. ربنا كرم الإنسان وكرم حياة الناس، فما تضيعوش حياة الناس باستهتار. لازم حضرتك ما تفتيش غير في تخصصك. لو كنت ممرض أو ممرضة ما تشتغلش شغل الدكتور، وأي حد تاني ما يشتغلش شغل التمريض. فكل واحد يشتغل في تخصصه علشان المنظومة تكتمل ونرقى بأرواح الناس. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.